الأم دي يوم عيد ميلاد ابنها قررت إنها تزوره في بيته وتجهز له كمان الأكل. أول ما شافها اتفاجئ، قالت له حبيبي كل سنة وأنت طيب، عيد ميلادك النهاردة وأنا متعودة إن كل سنة في عيد ميلادك لازم أنا اللي أعمل لك الأكل بتاعك. كان فرحان جدا وقال لها ربنا يخليكي ليا. في اللحظة دي مراته كانت راجعة من بره، اتفاجئت بوجود حماتها، بصت عليها كده ومرضتش تسلم عليها ودخلت على جوه وهي مكشرة. جوزها أخد باله فقال لوالدته معلش يا ماما، انا هنزل بس اشتري حاجه وراجع بسرعه. قالت له براحتك يا ابني، على ما ترجع اكون جهزت لك الاكل. الام دخلت المطبخ وبدات تجهز الاكل، اتفاجئت بمرات ابنها داخله المطبخ وهي متضايقه ومتعصبه جدا وبتقول لها انت كده بوظت لنا اليوم. قالت لها يا بنتي انا اتعودت كل سنه اجي اجهز له الاكل. قالت لها يا ست كنت بعت الاكل مع اي حد لكن ما تجيش. انت عارفه انت عملتي فينا ايه؟ انا النهارده كنت ناوي اخرج انا وهو وهنتفسح ونروح السينما، انت نكدتي علينا. قالت لها انا اسفه يا بنتي، انا لو كنت اعرف انكم خارجين انا ما كنتش جيت. قالت لها وانت عرفت اهو هتعملي ايه؟ قالت لها هخلص الاكل وهمشي. هنا الام دموعها نزلت وصعبت عليها نفسها، خلصت الاكل وجهزت السفره وكان نفسها تحتفل مع ابنها. لسه هتمشي اتفاجئت بابنها جاي وكان جايب معاه تورته. فقال لوالدته انت رايحه فين؟ احنا لسه ما عملناش حاجه ولا احتفلنا. قالت له معلش يا ابني انا ورايا حاجات مهمه في البيت. فقال لها لا طبعا ما ينفعش تمشي، انت لازم تتغدي معانا. وصمم وخلاها رجعت تاني البيت. في اللحظه دي مراته خرجت من اوضتها فقالت لحماتها انت لسه ما مشيتيش؟ انا مش قلتلك لما تخلصي تمشي؟ جوزها اتصدم، قال لها ايه اللي انت بتقوليه ده؟ دي قالت له يعني انت مش عارف ليه؟ احنا كنا ناويين نخرج النهارده وهي جت علشان تضايقنا، وبعدين لما تحب تيجي بعد كده تبقي تستأذني الاول قبل ما تيجي البيت وتستأذنيني انا. قال لها انت اتجننتي؟ انت ازاي تكلمي امي بالطريقه دي؟ وايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بيتي هو بيتها وتيجي وقت ما يعجبها. على فكره انت مشكلتك في حياتك انك ما تعلمتيش ان ازاي تتعاملي مع الاكبر منك في السن، وده اكبر عيب. بس انا ما اقبلش بده. عاوزه اقولك على حاجه، امي وابويا دول على راسي من فوق وعمري ما ارضى ان حد يضايقهم ولا يزعلهم. احب اقولك ان اغلى عربيه ركبتها في حياتي كانت كتف ابويا، واجمل بيت عشت فيه كان بطن امي اللي تعبت وشقيت علشان تربيني وتكبرني. اذا ما كنتيش هتغيري طريقتك دي فبكده انت بتخسريني. قالت له يعني تقصد ايه؟ قال لها فكري زي ما تفكري، وعلى العموم يلا بينا يا ماما، انا عازمك بره هنسهر مع بعض انا وانتي. واخد والدته وخرج من البيت. اللي ما يحترمش اهلك ما تحترموش ولا تقدره ولا تعمل حسابه، لان كرامتك من كرامتهم. يا ترى لو انت مكان الزوج ده كنت هتعمل ايه مع مراتك؟ منتظرة ردكم في التعليقات وصلوا على النبي.